السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا. كما كتشوفوا معايا اليوم غادي نحضر معكم بسبوسه فرديين. وقبل ما نبدا غندوز معكم لواحد الصوره ديال الفاتحه، وما نساو ترحموا على الناس اللي ماتوا الله يرحمهم، واللي بقى واللي مريض الله يشافيه. وغادي نقرا معكم واحد سوره الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحمهم يا ربي. غادي ندوزو للطريقة والمقادير. غادي نحضر معكم بسبوسة فردية. غادي نحتاجو 2 كاسان ديال السميدة رقيقة، كاس معمر ديال السكر سنيدة، كاس ديال الحليب، الركاز ديال زيت المائدة، واحد دالون مسوس، 2 خمارات واحد الفاني، 2 حبات ديال البيض، ومعلقة ديال المربى مشماش. غادي نديرو 2 بيضات، طريقة سهلة، نكونو خرجناهم من الثلاجة قبل. غادي نزيد عليهم سنيدة على حسب الذوق، تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا واحد الفاني. غادي نخلط هاد المكونات مع البيض. غادي نخلطهم بالخلاط اليدوي بالدرة حتى كيدمج لينا البيض مع داك السكر سنيدة مع الفاني. وغادي نزيد عليهم كاس ديال الحليب، حتى كيتخلطوا لنا هاد العناصر. غادي نزيد الدالون، معلقه صغيره ديال المربى. بسبوسه فردين كيجيونا ساهلين واقتصاديين وكيعطيونا كميه اللي هي كثيره. تقدروا تحضروا من ولادكم للدخول المدرسه، كيبغيو شي حاجه اللي سهله دغيا نوجدوهم، ما كياخذوناش الوقت اللي كثيره. وغادي نزيد 4 كاس ديال زيت المائده وانا كنخلط. صافي حتى كنحسو ديك السنيده راه ذابت. وعندي 2 كاسان ديال السميده رقيقه باش كنحضروا البسبوسه، ماشي الغليظه. دائما العبار بكاس العنبه باش عبرت معكم كما كتشوفوا معايا. 2 كاسان يكونوا عامرين. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنعمرهم. وغادي نزيدهم على الخليط. طريقه سهله ما فيهاش مكونات اللي هي كثيره، مكونات الموجوده في كل بيت. و2 اكياس ديال الخميره الحلوه دغيا كتخلط لينا هاد البسبوسه. تقدروا ديروهم مولات فرديين او مول عائلي. صافي انا دهنت هادو بالزبده ورشيتهم بالسميده. غادي نكب فيهم الخليط وغادي ندخلهم الفران. انا شعلت الفران كيسخن. ملي كنشعل الفران كيسخن كنقص لهم كيطيبوا على خاطرهم. وانا غادي نزين باللوز ايفين من الفوق وغادي ندخلهم يطيبوا حتى كيطيبوا من التحت. نشعلوا عليهم من الفوق يتحمروا نخرجوهم. طريقه سهله.
صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نزينهم من الفوق وغادي ندخلهم يطيبوا. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم. خديت هنا كاس ديال الماء مع نص كاس ديال سكر سلينده وواحد الطرف ديال الحامض وغادي نسقيهم من الفوق. التزيين كيبقى دائما اختياري وغنقدموهم بالصحه والراحه. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفران. كنتمنى يعجبكم ودائما لا عجبكم ما تنسوني بواحد اللايك وتشجيعات باش يوصلكم كل جديد.